السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غبت عنكم كتير. آه غصب عني والله، معلش، يعني الدنيا ملخبطة معايا الفترة ديت وبنقل من مكان لمكان تاني، فادعوا لي كده ربنا يقويني ويعدي بيا الفترة اللي جاية دي على خير، عشان هتبقى فترة يعني صعبة شوية عليا، بس ان شاء الله هتعدي بإذن الله. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده، انا هعمل غدا. حطيت بتنجان بيتقلي عشان اخلي البتنجان، وكمان حطيت حلة فيها بهارات ومية وبصلة. هعمل بقى الدقة بتاعة البتنجان عشان كان خلاص قرب يستوي معايا، وقليت كمان معاه فلفل وشطة. جبت هنا في الكبة طماطمايه وفلفلايه خضراء. هحط توم، هنحط ملح وفلفل، ملح وكمون. معايا هنا كمان دي فراخ، دي من الفراخ الحمراء مش البيضة. هي مش بلدي، بس هي بيبقى لونها احمر، بتبقى طعمها شويه اشبه للبلدي، يعني اقرب للبلدي شويه. لحمتها من جوه حمراء، طعمه جدا ومسكره جدا جدا جدا. تعالوا بقى نعمل خلطه البتنجان او الحشوه بتاعه البتنجان. زي ما قلت لكم كده، حطيت ملح وكمون، وحطيت توم، حطيت فلفلايه خضراء، وحطيت طماطمايه، وحطيت واحد فلفل حامي او شطه حمراء لو ما عندكيش فلفل حامي. البتنجان هنا كان استوى، هبدأ اخد بقى وابدأ احشيه كده زي ما انتم شايفين. بفتح البتنجانية كده وهاخد بالمعلقة واحط جزء من الخلطة جواه وهقفلها. بحاول ادوس عليها بالمعلقة كده علشان تتشرب الخلطة كلها. هعمل بقى كل البتنجان بالطريقة دي. انا كمان هنا عصرت نص ليمونة وحطيت نقطة خل. ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة كده من قلوبكم، ان ربنا يصلح حالي كده وييسر لي اموري، والفترة دي تعدي بيها على خير. ولكم بالمثل، اللهم امين يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نحتسب، برزق حلال ويبارك لنا فيه يا رب، اللهم امين. الفيديوهات الفترة الجاية هتبقى قليلة بس شوية، لحد ما اظبط اموري كده في المكان الجديد اللي انا رايحاه، واظبط النت، ونشوف هنرجع بقى ازاي. هنرجع بفيديوهات حلوة قوي عن التوفير والميزانية، وفيديوهات جامدة جدا الفترة اللي جاية. ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا هعمله. هعمل بقى البتنجان كله بنفس الطريقة دي. بتنجان ما شاء الله مستوي معايا حلو جدا، مش شارب زيت خالص. قليت كمان فلفل معاه كده زي ما انتم شايفين، وقليت كمان شطة حامية. يعني بحاول انوع كده في الاكل، وتبقى حاجه كده تغنينا ان احنا نشتري مخللات من بره، لان انا ما عنديش مخللات في البيت كمان. عايزين الفتره الجايه نبدا نعمل مخللات مع بعض بقى، نخلل خيار، نخلل جزر، شطه، نخلل ليمون كمان. فان شاء الله الفتره اللي جايه ديت يعني هتبقى الفيديوهات فيها حلوه جدا. معظم الفيديوهات مش هتبقى مكلفه خالص، كله يبقى عن التوفير بقى والميزانية، وازاي نعمل ميزانية بمبلغ صغير للأسبوع، تبقى شاملة كل حاجة، فطار وغدا وعشاء. فتابعوني خير، يعني ان شاء الله بتمنى من ربنا ان اللي جاي كله يكون خير بإذن الله. هعمل بقى صينية بطاطس بيضة من غير صلصة طماطم. جبت هنا بطاطس، قشرتها، اقطعها بقى حلقات كده متوسطة، مش عايزاها تخينة قوي ولا رفيعة قوي. هقطع كمان طماطم، وهقطع فلفل وبصل. عايزينها تبقى سبايسي نزود شطة او فلفل حامي، ده زي ما انتوا حابين. البهارات بتاعتنا بقى ملح وفلفل وكمون. هنحط رشة نص معلقة صغيرة كده توم، وهنحط زيت، وهنحط حتة من الزبدة. هندلع بقى صينية البطاطس بتاعتنا. فانا هعملها النهارده من غير طماطم، من غير صلصة طماطم، تمام؟ يعني أنا مش هعملها بصلصة حمراء، هتبقى بطاطس بيضة بس كده. انا يا دوب بس الكام طماطمية دول هقطعهم كده حلقات، او مكعبات صغيرة، ونقلب كله في بعضه.
اقطع بقى البطاطس. بنحاول نخلي البطاطس حلقات متماسكة شوية، يعني تقطيعتها متوسطة علشان ما تتهريش معانا وعلشان تستوي كلها سواء واحد. ده كان فلفل سبايسي، كنت حطيت منه في الخلطة بتاعت البتنجان، فاخدت منه حتة كده، مرضتش ازود عشان ما تبقاش حامية قوي على الولاد كمان. فلفل اخضر رومي، طبعا الخضار ده كله مغسول كويس جدا. الطماطم بتاعتي معظمها مستوي كده، فهقطعها مكعبات. تقطيع بقى عشوائي للطماطم مع الفلفل. اهم حاجة عندي ان البطاطس كلها تبقى نفس التقطيع علشان تستوي كلها سوا واحد، وما تاخدش معايا سوا كتير، يعني ما تبقاش حتة تخينة كده مستوية نية، وحتة تانية رقيقة شوية تكون مستوية قوي. بقلب في التليفون كده من فترة، لقيت عندي فيديو لعزومة من عزومات رمضان وما كانش نزل، فانا هحاول الفترة اللي جاية ان انا اعمل له مونتاج وان انا انزله، ناخد منه افكار حلوة للعزومات، ومش مكلفة يعني. فادعولي بس ابدا اظبط النت كده في المكان الجديد، علشان نرجع بقى ننزل فيديوهات كل يوم زي الاول ان شاء الله باذن الله. محتاجة منكم بس ان انتم تدعموني كتير بشير ولايك للفيديوهات والاشتراك في القناة، علشان نحقق الشروط بسرعة وقناتي تكبر. يعني انا محتاجة فعلا ان القناة تكبر الفترة دي، فساعدوني فيها بقى. بصوا هنا بقى انا قطعت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه. دي بقى المعلقة اللي بقت معانا من دقة من الحشو بتاع البتنجان، نزلت بيها. وهخلي بالي كويس انها فيها ملح، فانا مش هملح زيادة، هحط سنة ملح بسيطة. تمام كده، كفاية كده. نحط ملح، نحط كمان فلفل اسمر، هنحط كمون، ادي رشة كمون. صينية البطاطس بالطريقة ديت حلوة جدا، يعني مختلفة عن الطماطم البطاطس اللي بصلصة، معلش. بيبقى طعمها حلو وبتبقى خفيفة، يعني ما فيهاش حاجة بقى متسبكة ولا اي حاجة خالص كده، فهتعجبكم. نزلت كمان بالفلفل، ونزلت كمان برشة من السبع بهارات. هجيب بقى بصلاية وهقطعها برضو شرايح كده او طرنشات او مكعبات صغيرة، حسب بقى ايه ما انتوا عايزين التقطيع ده. قلت لكم ان هو تقطيع عشوائي، كل يعني حسب التقطيع اللي انت عايزاها او حجم التقطيع نفسها. لكن الاهم عندي في ده كله البطاطس تبقى متقطعة حجم واحد، اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط كمان توم، وهحط رشة زيت، وهحط حتة من الزبدة، وكده تبقى صينية البطاطس بتاعتي جاهزة. هديها ربع كوباية مية، وهسيبها بقى تستوي منها فيها. البطاطس بتاعتي هتبقى يعني فيها صوص خفيف كده، مش كتير، شوية حلوين. وبتبقى طعمها حلو. تقدري كمان لو عندك فراخ بتحطي عليها الفراخ وبتغطيها بورق فويل وبتدخليها الفرن. كله بيستوي مع بعض، والفراخ بتستوي من البطاطس معلش هتستوي من المية اللي نازلة من الفراخ، فهتاخدوا احلى طعم بطاطس وفراخ. ممكن كمان نحط عليها كفتة، يعني ممكن نعمل الكفتة، نصبع الكفتة او نعملها دواير كور كده ونحطها عليها. رشة بقى من الزيت. هنا انا كنت ظبطت الملح والفلفل وكل حاجة وظبطت الدنيا، الصينية كده بقت جاهزة معايا. هجيب كمان حتة من الزبدة كده، هقطعها على الوش قطعة زبدة كده صغيرة اهو. وادي كده صينية البطاطس بتاعتي جاهزة. زي ما قلت لكم هديها كوباية مية، ربع كوباية من المية، وهبدأ ادخلها الفرن. انا هنا كنت حطيت لها ربع كوباية مية، ونحطها على الفرن بقى. هنا انا لقيت ان الصينية كانت كبيرة شوية، فنقلتهم في الصينية دي. قلت صغنونة كده ولمام، لان انا مش عاملة كمية كبيرة. وادي الفراخ، الشوربة بتاعتي كانت غلت خلاص. بصوا الشوربة ما شاء الله. طبعا الفراخ دي فراخ كبيرة شوية، فخدت مني سوا شوية، فنخلي بالنا ان احنا ما نملحهاش بسرعة، يعني ما نملحهاش في الاول.
نستنى لما تبدأ تدخل معانا في السوا ونبدأ نملحها. وادي البطاطس انا قلت اديها كده غلوة من على النار من فوق، وبعد كده هتدخلها الفرن. والبتنجان خلاص كنت خلصته. هنا بقى هعمل رز. هنا بقى احمر الشعريه، والشعريه كانت اتحمرت معايا قوي كده. هغسل الرز وانزل بيه. بصوا اللون زي ما انتم شايفين، لونها مش غامق قوي، بس هي الكاميرا مغمقاه شويه، لكن اللون واخد لون ذهبي كده حلو قوي. وادي الرز بقى غسلته كويس وصفيته وهنزل بيه على الشعريه. هبدا بقى اشوح في الرز ده كويس جدا لحد ما يتشرب ميته خالص وما يبقاش فيه اي حاجه كده ويبدا يطشطش معايا. هبدا ازوده طبعا بما ان فيه شوربه، يبقى هنزود الرز بالشوربه اللي معانا، شوربه فراخ بقى، شوربه لحمه، ايا كان الشوربه اللي عندنا ايه. طالما في شوربه يبقى هنزود الرز بالشوربه. هبدا بقى اقلب الرز ده كويس جدا لحد ما نسمع صوت الطشطشه، وكده يبقى الرز بتاعي جاهز. وادي الفراخ ما شاء الله اللهم بارك كانت دخلت في السوا، وادي البطاطس. بصوا انا بقى ايه هدخلها الفرن، ولما تستوي معايا احط فيها الشوكه كده والاقيها استوت هشغل عليها الشوايه على طول. هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي استوت ما شاء الله اللهم بارك، واديني كده حمرتها، اديتها تحميره كده في حته زبده بلدي وشويه زيت. وادي البتنجان، وادي صينيه البطاطس بصوا شكلها ما شاء الله. وادي الرز بتاعي بشعريه، رز مفرفر، وكمان عملت سلطه. ده بقى كان غدانا النهارده، بألف هنا يا رب الكل اللي اكل. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا، كل اللي بيتابعوني وكل اللي بيكتبوا لي كومنت حلو بيكبروا بيه بخاطري. مستنيه منكم ان انتم تدعوا لي ان ربنا يفرجها عليا. يعني انا زي ما قلت لكم انا في كرب شديد شويه اليومين دول، فيعني محتاجه منكم دعواتكم كده ان ربنا يفك كربي باذن الله، وان انا اطلع من اللي انا فيه ده على خير. بس وده كان فيديو النهاردة. طبعا انتوا هتقدروا غيابي عنكم الفترة اللي فاتت ديت. اكيد هيجي يوم وهطلع احكي لكم كل الظروف اللي انا مريت بيها. وهتقدروا كل دوت ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.